هو مين ضحك علينا وقال الراجل ما يعبوش الا جيبه؟ اللي جيب بيعمر البيت صح، مش هقولك لا، بس اللسان السم والمعامله القاسيه ممكن تهد البيت فوق نافوخنا. تعالوا اقول لكم المقلب اللي بسبب المثل ده لبسنا فيه كلنا. شوفوا هاني، راجل ناجح جدا وشقته قصر وعربيته احدث موديل، مكفي بيته وولاده من الابره لكوم القش زي ما بيقول الكتاب بالظبط. بس هاني بيتعامل مع مراته كأنها قطعة اشتراها بفلوسه وخلاص. كل ما تطلب منه أي حنية أو كلمة حلوة بيقول لها هو انت ناقصك ايه؟ انت وولادك كل طلباتكم مجابة وأوامر، وكأنه هو فاكر نفسه إن احتياجاتهم فلوس وبس. مفيش كلمة حنينة، مفيش تقدير، وأي خناقة بتخلص انت تحمدي ربنا على عيشتك اللي انا معيشها لك. هاني زي رجاله كتير فاكر انه طالما ما اثرش في الماديات يبقى هي فعلا مش ناقصها اي حاجه. والحقيقة يا أستاذ هاني إن البيت بينقصه أب حنين وزوج يدلع ويحتوي الست. الفلوس ممكن تشتري الراحة بس ما بتشتريش الهدوء والحنية والاستقرار والأمان. فلو مش فاهم ده، لا معلش، الراجل يعيبه قلة فهم واحتوائه للست.